عشان كده حبيت اخليها مختلفه للي عنده فراخ يعملها، اللي عنده بتلو يعملها بنفس الطريقه ونفس الجرناتير اللي هيتقدم جنبها. اول حاجه عندي المقادير هتظهر قدامنا على الشاشه. عندي 3 صدور فراخ متقطعين شرايح سميكه شويه، وعندي ربع كيلو مشروم وبصلايه وجزرايه وعودين كرفس متقطعين. كمان عندنا 4 معالق زبده ونص كوبايه دقيق، وعندنا كمان نص كوبايه مرق دجاج، لا ده كوبايتين، سوري كوبايتين مرق دجاج، وعندنا كوبايه كريمه، وهنقدمه مع خضار سوتيه. وهقول لكم نعمل ازاي الخضار سوتيه ده، لو صيامي نعمله ازاي، لو مش صيامي هنعمله ازاي. هنقول تاني بالراحه مقادير اكلتنا: 3 صدور فراخ وربع كيلو مشروم وبصلايه وجزرايه وعودين كرفس، 4 معالق زبده ونص كوبايه دقيق، وكمان عندنا نص كوبايه مرق، نص كوبايه سوري كوبايتين مرق مكتوبه نص عندنا كمان كوبايه من الكريمه، وهنقدمه مع الخضار السوتيه. الخضار السوتيه اللي عندنا هنوريه لكم دلوقتي. دي الفراخ متقطعه شرايح تخينه زي ما انتم شايفين، 3 صدور فراخ، وده الخضار السوتيه. عندي جزر، عندي بروكلي، عندي ذره اللي هي البيبي كورن، وعندي كمان فاصوليا خضراء، وعندنا كوسه متقطعه. كل ده مسلوق دخلناه بعد حطينا ميه وملح ونزلناه في الميه دي بلانشيه لمده حوالي حسب سواه. يعني انا بطلع واحده كده ادوقها، لو لقيتها استوى السوى الكامل بطلعها. ملناش وقت محدد لان الكوسه بتاخد وقت اقل من الجزر، والجزر بياخد وقت اقل من البروكلي، قصدي من الفاصوليا. البروكلي اقل وقت بياخده. كده احنا عندنا الخضار موجود. هقول لكم ازاي نعمله سوتيه بس بعد ما نشتغل ونحط الاول حاجه عندي الفراخ على النار. هناخد شويه من الدقيق ونخلي معلقتين بس، وبعدين نتبل ملح وفلفل اهو. مين معانا؟ يا ام ماجد. الو، ازيك يا ام ماجد؟ ايوه يا شيف. اهلا بحضرتك. ازيك وازي صحتك؟ الحمد لله نحمد ربنا بخير. متشكرين قوي على اللي انت بتعمله لنا ده. اشكرك، ربنا يكرمك، ده من ذوق حضرتك. الله يخليك. لو سمحت كنت عايزه اعرف بس المايونيز بيتعمل ازاي؟ المايونيز هقول لك عليه، انا عملته الاسبوع اللي فات على الهوا بس هقول لك عليه حاضر من عينيا دلوقتي. عندي 4 معالق زبده، هاخد معلقتين واخلي معلقتين اهم. معلقتين زبده هنحطهم مع زي ما بقول شويه زيت وشويه زبده، واول ما تسيح معايا او الزبده والزيت يسيحوا معانا كده هننزل عليهم بالفراخ بتاعتي. انا شلت ليه؟ لان حسيت ان الطاسه سخنه، فانا عايز الفراخ بتاعتي تاخد الحراره. انا حطيت قطعتين من غير ما اتبلهم في الدقيق، وبعدين هناخد كده الباقي نتبله في الدقيق. مفيش مشكله يا استاذ سلام. الو، اهلا وسهلا. اهلا بحضرتك. ازيك يا شيخ؟ الحمد لله، الله يخليك بخير. تسلم ايدك على الحاجات الجميله اللي اشكرك، ده من ذوق حضرتك. ربنا يخليك، دايما كده منور لنا الشاشه. يا رب يخليك، ده من ذوق حضرتك. الله يخليك. في الحقيقه انا كنت بس ليا استفسار عن التشيز كيك، لان انا اعرف ان التشيز كيك بتعمل بكذا طريقه. في في البارده وفي السخنه. البارده، ايوه ايوه يا فندم. فلو حضرتك حتى لو هتعمل حلقه فيها التشيز كيك يا رب تقول لنا امتى. حاضر، او تقول لنا على الطريقه من عينيا يا استاذ سلام. انا عملت تشيز كيك بكل الطرق، بارده وسخنه، بس عينيا هعمل لكم حلقات منه تاني، وهقول لحضرتك على التشيز كيك السخن والبارد دلوقتي. اهو شايفين انا تبلت كله في الدقيق ونزلت عليه اهو زي ما انتم شايفينه. طبعا الفراخ ما بتاخدش وقت في التسويه، بس احنا عايزينها تاخد لون، تاخد اللون. هنقلبها كده يا استاذه ساره اهو. يا استاذه ساره. الو، اهلا بحضرتك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. عايز اعرف طريقه عمل الكبسه. الايه يا فندم؟ الكبسه. الكبسه حاضر من عينيا. طبعا انا مش كاتب فهقول دلوقتي على الكبسه على طول. الكبسه بنعملها ازاي؟ بنجيب شويه لحم ضاني ريش او بيت كلاوي او اي لحمه ضاني، نحطهم في ميه فيها بوكيه جرنيه كزر وبصل وكرفس وورق لورو وشويه زعتر وحبهان، ويغلوا مع بعض شويه ملح لغايه ما تستوي اللحمه 90%. بطلعها واصفي المرق على جنب واخليها اخد اللحمه. بعد كده اجيب رز بسمتي، احط بصلتين كبار متقطعين مع طماطميتين كبار متقطعين، معاهم 3 وحدات ليمون ناشف و5 وحدات حبهان و5 وحدات مسمار اللي هو القرنفل، وكمان عودين من القرفه الخشب. كل ده بحطه نص معلقه كركم وانزل عليه بالرز وانزل عليه باللحمه اللي مستويه 3/4 سوا، واسقيه بالشوربه بتاعه اللحمه واسيبها لما تستوي. بقت عندي الكبسه وبالهنا والشفا. هنطلع
الفراخ بتاعتي بعد ما استوت كده وخدت اللون ده هنطلعها. هات لي صينيه يا مروان. الو، السلام عليكم. وعليكم السلام. اكل جميل قوي والله يا شيخ. يا رب يخليك يا مروان. والله كنت عايز اسال على البطاطس البوريه. اللي هي يا حبيبي البطاطس البوريه. البطاطس البيوريه، حاضر هقول لك عليها برضو واحنا واقفين كده. هتجيب كميه البطاطس اللي انت عايزها، يعني مثلا عندك كميه بطاطس كيلو ونص كيلو زي ما انت عايز. بتغسلها كويس قوي، بعد كده تقشرها وتقطعها مكعبات وتغسلها تاني، حطها في حله على النار فيها شويه ملح وفص ثوم. اول البطاطس ما بتستوي بصفيها واجيب حله تانية احط فيها. لو انا عامل كيلو مثلا بحط على الكيلو ده بالظبط نص كوبايه كريمه ونص كوبايه زبده ونص كوبايه لبن في حله تانية، واصفيهم بالمصفى بتاعت البيوريه وانزلهم عليهم بالتومايه اللي انا حاططها كمان، واديها شويه ملح وبشره جوز الطيب. بقت عندي البطاطس البيوريه. هناخد المشروم عشان نسويه يا استاذه رنا. الو يا رنا. الو يا رنا، سامعاني؟ سامعاني؟ ايوه انا. يا رنا سامعاني؟ انا كنت عايزه طريقه كول سلو. انا لسه قايلها حالا يا حبيبتي، هقولها لك تاني. حاضر، من عينيا من عينيا، حاضر. انا شايفين المشروم بقطعه كده انصاص او رباع، لو كبير يبقى 4/4، لو صغير يبقى انصاص. ليه؟ المشروم الطازه ده قيمته الغذائيه عاليه، وانا قلت لكم ان هو بيبقى عباره عن بروتين نباتي خطير جدا وجميل جدا وطعم جدا. هننشل طبعا الاول الفراخ بتاعتي عشان تكمل تسويتها في الفرن، وناخد في نفس الطاسه. هوريكم هنعمل ايه بعد ما خلصنا كده. بطلع الفراخ بسرعه اهو، وبعد كده هعمل ايه؟ هاخد الجزر مع البصل نحط دي في الفرن، وعندي هنا الجزرايه والبصلايه وعود الكرفس او عودين الكرفس المتقطعين هننزل في نفس الطاسه اهو، وهنسيبهم يتبالوا شويه. واحنا بيتبالوا كده هنقطع مع بعض زي ما قلنا المشروم بتاعنا اهو كده، ماشيين مع بعض واحده واحده، ويا رب تكونوا بتستفادوا من كل اللي بنقوله اهو. ناخد شويه ملح على المشروم، وانا مديله اوريدي عصير ليمون عشان ما يسودش، ونشوحه كده. شايفين بيتشوح ازاي؟ طعمه طبعا جميل وريحته اجمل. طبعا للاخوه الصايمين لو عايزين يعملوا مشروم هيجيبوا المشروم ويحطوا معلقتين زيت زيتون ويحطوا معاه فص ثوم، يبقى مشروم جارليك جميل جدا وطعمه هايل. يا ريت يجربوه. ده بالنسبه للمشروم لو عايزين يشوحوا المشروم لوحده كده. احنا ماشيين مع بعض، حطينا زي ما قلنا مشروم مع شويه من الزبده، عليه ملح وفلفل وعصره ليمون عشان ما يسودش. وهنا عندنا الجزر والكرفس والبصل يتبالوا في نفس الطاسه اللي انا حطيت فيها، اللي انا شوحت فيها الفراخ. وبقلب كده يا استاذ محمد. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا شيخ؟ اهلا بحضرتك. نشكرك على الحاجات اللي انت بتعملها الحلوه دي. يا رب يخليك يا استاذ محمد. ربنا يخليك. كان عندي سؤال بس، عايزين طريقه جديده للكبده. الكبده؟ حاضر من عينيا، حاضر. شكرا. هقول لك على الكبده. هنا بقيه الزبده بنزلها على الجزر والبصل. بعد ما خلصت كده بنزلها كده على الجزر والبصل، وهنزل عليها بمعلقه دقيق او معلقتين دقيق، لان انا حاطط على الفراخ دقيق اصلا فخلت الطاسه فيها كميه من الدقيق اهو. بعد ما قلبنا كده هننزل على كل ده بمعلقتين بكوبايتين المرق، كوبايتين مرق الفراخ عشان يبقى كله خد مرق فراخ وخد طعم الفراخ. يا مدام زينب. الو شيف يسري. الو. ايوه يا شيف يسري. اهلا بحضرتك. ازيك يا شيف يسري؟ الحمد لله رب العالمين. تسلم ايديك على كل حاجه. اشكرك من ذوق حضرتك. يا شيف يسري لو سمحت لي، كان في مشاهده سالت على طريقه عمل مايونيز. ايوه يا فندم. وانا كانت والدتي علمتني طريقه الحقيقه سهله جدا، ولكم انكم تجربوها لو تحبوا يعني. لا اتفضلي حضرتك. الله يخليكم. بحط البيضه في الخلاط. ايوه. بس انا بحطها بحالها مش الصفار بس. اوكي. وبعدين بحط معاها فص ثوم رفيع خالص. ايوه. وشويه مستردة. أيوة. شويه خل. ليمون وملح وفلفل ابيض. وبضرب كل ده كويس قوي قوي قوي. وبعدين بنزل بالزيت بسرسوب
والخلاط شغال لحد ما ياخد الكثافه المطلوبه. جميل. اذا كان خفيف او اتقل، كل ما هيزود الزيت كل ما هيتقل اكتر. لا دي جميله طبعا، وصفه جميله جدا وهايله جدا، ويا ريت الساده المشاهدين وانا عن نفسي هستفاد بيها. بشكر حضرتك يا مدام زينب على اضافتك، وانا بسعد جدا من كل الاضافات اللي بتجيلنا. يعني قد ايه الاضافات دي بتسعدنا، جاي بعرف معلومات كتير جدا من كده. شايفين انا عملت ايه؟ خدت شوحت البصل والجزر والكرفس نفس الطاسه اللي انا عملت فيها الفراخ، وبعدين اضفت لها بعد ما تشوحوا اضفت لها معلقتين من الزبده، وحطيت معلقتين من الدقيق وكوبايتين من المرق. شايفين الصوص بقى متماسك ازاي وكثيف ازاي؟ هناخد نصفي على المشروم مباشره اهو. مين معانا؟ يا مريم. الو. الو. اهلا يا مريم. الو. انا سامعك يا حبيبتي، اتفضلي. انا عاوز اعرف طريقه عمل البيتزا. البيتزا؟ حاضر من عينيا حاضر. انا نصحت وقلت ان شاء الله ان احنا هنعمل ستاند كبير كده، او نعمل بانر هنا نحط عليه البيتزا عشان خاطر كل شويه نقراها لكم. حاضر من عينيا. انا لسه قايل البيتزا دلوقتي، بس هقولها لك تاني يا حبيبتي. كده الصوص على النار، هنا المشروم وحطينا عليه الناتج، الصوص الناتج. بعد ما بيغلي ما نحطش الكريمه وهو ما بيغليش، كل اللي هنعمله هنديله شويه ملح بسيطه ونزود الكريمه ونسيبه يغلي كمان غلوه. بقى عندي الصوص جاهز. هنخش دلوقتي نعمل ايه؟ الخضار. لو انا عايز الخضار ده صيامي، لو عايز الخضار صيامي هعمل ايه؟ هحط معلقتين زيت زيتون ومعلقه، عايز طبعا طعمه حلو احط معلقتين زيت زيتون وعليهم بشر بصلايه وعليهم فص ثوم، ولو عايز اديهم معلقه جنزبيل اخضر مفروم هيبقى طعمه رائع، واقلب كله مع بعضه. بعد ما يتقلب اديله شويه من الكزبره الخضراء، ده بالنسبه للاخوه الصايمين هيبقى طعمه جميل جدا، وبيقدموه في المطاعم الصينيه كده. اما لو انا عايز اعمله العادي بقى، لان احنا عاملين اكلتنا مش صيامي، هناخده على طول مع قطعه زبده وهنشوحه فيها اهو. يا استاذه شيرين. الخير. اهلا بحضرتك. انا كنت عايزه اسال بس على طريقه المشروم سوب لو سمحت. المشروم سوب ولا المشروم صوص؟ لا مشروم سوب. سوب. حاضر من عينيا. شفت الطريقه اللي احنا شوحنا بيها المشروم ده؟ بعد ما شوحناه بالطريقه اللي انت شفتيها، بناخد اهو قدامنا اهو، بناخد المشروم ويكون عندنا شويه من المرق بتاعنا، يعني 4 كوبايات مرق. بحط معلقتين زبده معلقتين دقيق وانزل عليهم بالمرق، بيعملوا صوص خفيف ما بيبقاش زي البشاميل. بعد كده باخد شويه من المرق احطهم في الخلاط مع المشروم اللي احنا شوحناه، يبقى مفروم خالص، وانزل عليه على الشوربه بتاعتي اللي انا حاطط عليها معلقتين زبده ومعلقتين دقيق، وفي الاخر بضيف لها كوبايه من الكريمه. بقت عندي مشروم صوص، مشروم سوب اهو، او شوربه المشروم. شايفين الصوص عامل ازاي ومتكاثف ازاي؟ هناخده ونروح عشان نغرف طبقنا، وهنغرف الطبقين مع بعض. وهنا هنحط الزبده عشان نشوح الخضار ونقدم الطبق زي ما بيقدموا في الفنادق بالظبط اهو. انا طبعا عايز اشوي هنا الذره، عايزه يتقدم كانه مشوي، فهاخد الذره لوحده احطه في طاسه هنا على قطعه زبده عشان يتشوي معانا اهو، وهوريه لكم دلوقتي. يبقى انا حطينا هنا الذره لوحده يتشوي، وهنا الخضار كله مع بعض. يا ام علي. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك؟ اهلا بحضرتك. الله يخليك. اتفضلي. عايز اعرف المكرونه بتاع الكوسه البشاميل بتتعمل ازاي؟ نفس المكرونه بالبشاميل، هي الكوسه بالبشاميل، هي النجريسكو بتختلف في حاجات بسيطه. هنقول على المكرونه بالبشاميل الاساس في الثلاثه الصوص الابيض او البشاميل. والبشاميل عملناه كل اسبوع بنعمله. اطلع يا احمد بالفراخ. هقول لكم ازاي بنعرف نعمل البشاميل، بس بعد ما اغرف معانا الطبق. هكتب اهو عشان ما ننساش، معلش سامحوني. اهو بشاميل هنا قدامنا زي ما انتم شايفين، الصوص جاهز والفراخ جاهزه استوت وادي شكلها، وهنجيب طبق التقديم ونغرف مع بعضه. بس الخضار السوتيه يلون معايا شويه كده وياخد الطعم بتاع الزبده. لو انا قلت عايز اعمله صيامي هعمله بزيت عادي جدا مش هيجرى حاجه. هناخد اول حاجه هنا ونحط، نغرف الطبق الاولاني الاول اهو. هنجيب خس بقى من ده شويه من الخضار. خلاص استوى. وعندي كمان يا مدام ساميه. الو.
السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. حضرتك يا اهلا سيدي. بحضرتك. اسكندريه كلها بتحبك وتسلم عليك. وانا بحب اسكندريه جدا وبسلم على اهل اسكندريه حبايبي كلهم. ربنا يخليك. يا رب يخليك. من فضلك عايزه الرز بالكاري وعايزه الكوبيبه من فضلك يعني. الرز بالكاري. ايوه والكوبيبه. رز كاري وكوبيبه. حاضر من عينيا. حاجه تانية؟ شكرا يا سيدي. اشكرك على اتصالك وسلام خاص لاهل اسكندريه حبايبنا. وناخد شويه من الجزر اهو. شايفين الجزر؟ مش لازم نحط كل كميه الكوسه والجزر والحاجات دي كلها في الطبق، احنا بناخد شويه على قد اللي هياكل. بناخد كده شويه. يا رنا، الو يا رنا. الو. ايوه يا رنا، ازيك؟ ازيك يا حبيبتي؟ اتفضلي. انا سامع. انا عايزه طريقه عمل التوميه. ايوه والكريب. الكريب والتوميه. حاضر من عينيا. كريب وتوميه. حاضر من عينيا يا حبيبتي. حاجه تانية؟ بعد كده الذره المشوي اللي احنا خدناه ده برضه هنحطه كده اهو. انا عايز تاكلوا كانكم بتاكلوا في فندق 5 نجوم او في مطعم 5 نجوم زي ما بيتقدم لكم بالظبط. بعد ما عملنا كل ده اهو، وعايزين طبعا يحصل دفء اسري واكلاتنا تبقى متواجده في كل البيوت المصريه. هناخد البيكاتا نحطها شرايح من البيكاتا اهي. مين معانا اهو؟ كفايه كده. ونجيب الصوص بتاعنا اللي احنا سويناه كويس قوي الصوص اهو، ونحط على الوش. وزي ما بقول الصوص ما بيبقاش تقيل، لازم يكون الصوص كده خفيف عشان اقدر اغمس بيه مع الرز. لو عايز احط رز ممكن، احط خضار ممكن، زي ما انا عايز اهو. شايفين؟ بالهنا والشفا. طبعا طبق غني جدا وطعمه هيبقى هايل جدا. عارفين ليه؟ لان انتوا اللي هتعملوه اهو. وناخد شويه كمان من الصوص كده وبالهنا والشفا. شايفين؟ ده شكل الصوص. نفس الطريقه هعملها في اللحمه البتلو، هتطلع معانا بنفس الطريقه. يعني لو عملناها زي ما قلت بالبتلو هتطلع بنفس الطريقه وطعم مختلف خالص. ده شكل طبقنا بعد ما غرفناها. هناخد معانا رنا. ازيك يا اسراء؟ الو. اهلا بيكي. ازيك يا شيخ؟ ازيك يا حبيبتي؟ اتفضلي. ايوه. اهلا بيك، اتفضلي. انا سامعك يا اسراء. لو سمحت يا شيخ كنت عايزه اعرف اعمل طريقه الجاتوه. الجاتوه انا لسه قايل على ازاي نعمل كيكه، وبنفس الطريقه هنعمل جاتوه بس هنقطعه انديفيدوال، يعني هنقطعه قطع مستطيله بنفس الطريقه اللي انا قلت عليها، ونحط بينه الكريمه وهقول لك عليه. حاضر. جاتوه. عايز اقول لكم طبعا احنا عندنا اسئله كتير جدا هجاوب عليها، بس بعد ما نحط شويه من الصوص بتاعنا اللي احنا قلنا الصوص الفرنسي اللي احنا عملناه في بولتين كده، ونقدمهم جنب الاكله بتاعتنا عشان ياخد بالمعلقه اللي قاعد ويحط على الفطاير وياكل بالهنا والشفا اهو. هنحط واحده هنا كده اهو، واحده كده جنب ده. شايفين؟ والتانيه هنحطها كده اهو، والطبق التاني اهو. دلوقتي عايز اقول لكم ان احنا هنرجع بعد الفاصل. هنعمل لكم حاجه طلبتوها كتير قوي، طلبتوا الحجازيه وخصوصا الاسكندرانيه. بعد الفاصل هنعمل لكم الحجازيه بكل تفاصيلها. ابقوا معنا على تلفزيوننا الممتع تلفزيون الحياه، بس بعد الفاصل. بس بدل ما تكون باللحمه البتلو بنفس الطريقه عملناها مع صدور الفراخ وقدمناها مع خضار